ناري يا إشراق، ناري اش درتي في المخيسير اللي هو باك؟ ناري يا خوتي العزاز، خرجت له إشراق فاس فاس وحطاتو لي في السطل واللي جاي طل، وسميرة كملت له خوتي العزاز بالقصف الجوي. قالت لها إشراق: علاش ماما ملي كيخرجوا يعايروك الناس وكيخرجوا يضربوا فيك ما كتخرجيش تجاوبيهم؟ جاوبات سميرة بكل هدوء وبكل روح رياضية بنتها، وعطاتها الجواب اخوتي العزاز الصحيح. قالت لك سميرة: الكلاب ما قدروش ينساونا وكينبحوا علينا واحلين ليهم في الحلق. الله الله يا المخيسير، خرجت لك إشراق لأن الصراحة زدتي فيه، ولأن الصراحة أنت ما بغيتيش تزقى على هاد المرأة، وفيقاتك بعيبك يا المخيسير اللي كتسنى بناتك يكبروا ولادك ويجيو يقلبوا عليك ويشوفوك. ناري 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 قصف الجوي مع سميرة وإشراق العداو. سميرة كبرات المخيسير، ولكن لك بالمرصاد لأنها كتشوف شنو كتدوز في الكلاشات الطليقة ديالك اللي هي الأم ديالهم اللي هزاهم بسنانها وما سمحتش فيهم بحال كيف ما سمحتي فيهم انت. المهم خوتي العزاز، كيف ما سمعتوا سميرة هو الحوار ديالها مع بنتها اللي قالت لها: واش حنا نجاوبوا الكلاب؟ واش حنا منين كينبح علينا شي كلب شنو خاصنا نديروا؟ قالت لها: خصنا نهربوا منه. ايوا اذا واش نتوما تقدوا تعضوا شي كلب الى عضكم؟ قال لها لا. ايوا المهم خوتي العزاز، الميساج واضح وباين، وصيفطاتو اشراق ترونسفيري وقالت لها: اصلا الناس انا ما كيضرونيش، لانني انا اللي ضر الناس، انا اللي وحله لهم في الحلق. وبكل صراحه قالت لك: ما قدروش ينساونا. القصف الجوي مع سميره ووليداتها المخيسير اخوتي العزاز وشوشو، اللي الصراحه ما بغاش يبعد عليه سميره وما قدرش ينساها، والصراحه صباح حطت له واحد الكلاش هماوي على الديوتي. وهاد العشيه خوتي العزاز حطت فيديو في القناه الثانيه ديالها واللي قالت لهم: واش حنا نجاوبوا على الكلب الى عضك واش غترجعي تعضيه انتيا؟ قالت لهم البنات: ما نقدروش نرجعوا العضه للكلب، وما نقدروش حتى حنا نذبحوا بحال داك الكلب وردوا له النبيحه. خوتي العزاز اما كاين اخوتي العزاز غير الدق والسكات مع سميره مش حاتي يقدر تغمض عينيك. ولكن اخوتي العزاز شوفوا، راه ماشي هي اللي جبداتو، لا 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 لا، هاد السيد هذا ما بغاش يكحز على سميره وما بغاش ينساها، وجالس يكلاشيها مع الزوجه الثانيه اخوتي العزاز، مع عروسته الجديده. ولا سمعتوا الكلاش ديالو اليوم قال لهم: شوفوا راه زواج زين وغتزوجوا، ولكن خاص شويه ديال الصبر من المراه وشويه الصبر من الراجل، خاص غير المفاهمه. كي شفتوا يا المتابعين شوشو صباره، ايه شوشو صباره، راكم عارفين الصبر اللي فيها. اخوتي العزاز مسبقه الميم ومرتاحه، ما كنعرفش ما كنعرفش ما كنعرفش ما كتكرهش اخوتي العزاز حتى الماكله يدخلوها لها لفمها ويوكلوها. وقال لك: حقا ما حقا صباره. شحال صبرت هاد المراه معاك يا ودي المخيسير باش خارج كتشكر وتقول حقا المراه خصها تكون كتصبر؟ وانت بعدا صبرتي على 4 ديال الوليدات ديالك اليوم اللي شفناك هاز الهديه وغادي ب 3000 درهم القناه اختك. اييه بلا ما نذكر القناه، لانكم دايرين حمله شرسه على القنوات واللي بانت لكم قدامكم كتزلعوها. والله ياخذ الحق في اللي كيظلم الناس واللي كيظلم القنوات. نتوما خصكم تخدموا غير بوحدكم، صافي معتبرين راسكم قنوات مليونيه، ما خص حتى يخدم اليوتيوب ديالكم. يا واش نقول لكم، الله ياخذ الحق في اللي كيحط يديه على القنوات المنتقده. حنا من حقنا نعطيو الراي ديالنا كيف ما حتى نتوما من حقكم كتنشروا حياتكم على السوشيال ميديا، حتى حنا من حقنا نعطيو الراي ديالنا وندافعوا على من بغينا واللي شفناه صحيح كنقولوه. انا كندافع صراحه على سميره ووليداتها، كندافع على 4 ديال الوليدات اخوتي العزاز اللي باهم اي واحد كيدير له الهديه ويديها وكل شيء معتبروا بحال الا وليدات اخوتي العزاز اللي ما عاقلش عليهم الهديات، غير كيسلع فيهم العراسات والسبايع والمناسبات مركان غير شتت ورا بالرعب. ولكن الوليدات
حرام اخوتي العزاز، لانهم ولاد سميره هذوك ما معتبرهمش ولادو، لا لا لا، هذاك ولدهم ونساهم اخوتي العزاز، خلاهم الام ديالهم اللي هزهم بسنانها. ولكن ما عندي ما يتسالك سميره، برافو عليك وبرافو على الكلاشات اللي عطيتي للمخيسير، لان هاد السيد هذا ما بغاش يحشم، هاد السيد ما بغاش يميك عليك. في كل فيديو كيكلاشي سميره، كيكلاشيها على المكياجات وعلى الفلتر. الساعه هو خوتي العزاز براسو كيدير الفلتر وكيدير المكياجات، وهو براسو دار التجميل اخوتي العزاز. واش شتو المخيسر اخوتي العزاز كي كان حتى هو في اياماته مع سميره؟ نهار اللي كانت سميره مسكينه صابره اخوتي العزاز، شحال وهي صابره سميره. دابا عاد ولات سميره قبيحه، دابا عاد ولات سميره اخوتي العزاز يعني ماشي صباره. شو اللي غتصبر؟ يا اخوتي العزاز، المهم نعطي التحيه ونكمل الفيديو لان بزاف ما يتقال. تحيه لكم كبيره اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. خوتي العزاز، لايك ديالكم وتعليقاتكم والهلا يخدكم يا احلى واغلى متابعين، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس اللي انضمت لي جديده. ودائما غنبقاو مع 4 ديال الوليدات ومع الام ديالهم اللي هي سميره، اللي هزاهم بسنانها، واحب من احب وكره من كره. ولو انكم كتضربوا لنا قنواتنا، حليت الاولى ضربتوها، حليت الجوجه ضربتوها، الثالثه حنا فيها، بغيتوا تضربوا حتى هذه ضربوها، ماشي مشكل. غنخدموا على القنوات بلا ارباح، غنخدموا على القنوات بلا ارباح، وحنا لكم بالمرصاد، والله ياخذ الحق فيكم. هذا ما غنقول لكم انا بعدا، لان بزاف انا دابا قناتي غير صغيره، وضراتك يا المسطيج وضراتك يا المخيسير، ضراتكم كلمه الحق ديالنا، لاننا واقفين مع 4 ديال الوليدات. ما عجبكمش الحال ماشي مشكل، القادم صادم. المهم خوتي العزاز، كيف ما شفتوا تكشيطه ديال الشوشو اللي لبسات وكل شيء جالسين مدح، وكل شيء دابا عاد بان زينك، ودابا عاد باينه السعاده ديالك، ودابا عاد المخيسير عايش حياتك، ودابا عاد المخيسير زيانت لك ايامك. المهم ما كاين غير المديح اخوتي العزاز، وما كاين غير الشكير. ولكن كيقول لك واحد المثل مغربي، كل من مشكور راه مقعور اخوتي العزاز، وغيتسناو كما قلت لكم القادم صادم. دابا هذا شتي هذا شوشو راه مدوزاهم من عين قادوس من دابا، ومازال اخوتي العزاز غتزيد دوزهم من عين قادوس. وراكم شفتوا امي كبوره باغا طرطق على هاد الشوشو هادي، لان اخوتي العزاز دابا عاد امي كبوره ولات كتحصر على اياماتها مع سميره. نهار اللي كانت اخوتي العزاز سميره ما كانوش اخوتي يعني ما كانوش هاد الناس هادو عارفين بحقها، ولكن منين سميره مشات بحالها دابا عاد امي كبوره كتفكر اياماتها مع سميره والحداقه ديالها والشقا والتاويل والنقا. واللي ما كانتش كتخرج اخوتي العزاز، ما كانتش كتخرج من تحت كلمه عجوزها وشيخها، ولا قالوا لها الشاشه ولا قالوا لها الراره. والصراحه كلاش اللي دوزت سميره كلاش هماوي، لا ديال الصباح ولا ديال العشيه. في الفيديو الصباح دوزته اخوتي العزاز، الكلاش دوزته في العنوان، وقالت له لعنه الله على الديوتي. يا اخوتي العزاز الديوتي ولادي قالت لك بقاو مصدومين من هذا الشيء اللي شافوا. شافوا باهم اخوتي العزاز راجل كيدير الفلتر ويدير المكياج ويدير التجميل، اما هما امهم كتبقى مراه. هذيك الام ديالهم اللي كيقول المخيسر السميره بان العيالات كيديروا الفلتر، واو الفلتر كيرجعني، واو. المهم خوتي العزاز، حنا عارفين اخوتي العزاز بان هذا السيد هذا كيدير الفلتر وكيكلاشي سميره، كيقول بانها كدير الفلتر، ولكن هو النغمه ديالو خوتي العزاز هو انه يكلاشي سميره، لان ما قدرش ينساها. لان الناس اللي كيقولوا له راك عايش السعاده، لو كان عايش السعاده كاع ما يبقى يكلاشي سميره بشوشو، كيضرب سميره بشوشو. زعما راني ما كاينش اللي عايش بحالي. ولكن قال لها داك دابا يطول الحال ويعجبك الحال، دابا يطول الوقت ماشي الحال، يطول الوقت ويعجبك الحال، وتشوف تفرج ديك الساعات في الشوشو ديالك. غازل لك الفلوس وعلق وخسر على شوشو، وخلي النفقه تجمع عاوتاني ديال العام الفايت راك خلصتيها، وهذا العام عاوتاني خليتها تجمع،
وخرج كتبكي على المتتبعين، نقول لهم واش بغيتوني نبيع كلوتي؟ والعاده وهاد الناس ما رحمونيش، العاده وهاد الناس ما عقلوش عليا، العاده وراه ما عنديش. نهار خرجتي كتبكي، دابا راك دارتي رش مع شوشو، شتتي على الدار وشتتي على الحوايج وشتتي على المان ولا اصلاحات وعلى اسيدي بصحتك. غير وكان فرق عليك سميره نساها. هي سميره كتقول لك اسيدي قالتها لك شحال هادي، قالت لك غير بدا حياتك من جديد وحاول انك تنساها عليك هي، لانها سميره رقم صعب فعلا. سميره رقم صعب لا عليك ولا على شوشو. راه ما بقاتش في الزين وبقات في الفورما وبقات في هذه، راه بقات في العقل والتباته والرزانه. وراهم قالوا لك بناتك حنايا متبريين منك، مادام انك انت ما حاسش بيهم حتى هما قال لك متبريين منك، حيتاش قال لك ما كيشبهوا لحد، كيشبهوا غير امهم. وسميره راها قراتهم وراتهم وتحيه، لان سميره كانت نيتها حسنه وما كانتش كتبغي تشارجي وليداتها. ولكن دابا القصف الجوي راه قالت لهم واش الكلب اللي كينبح حنا نردوا عليه نذبحوا عليه؟ واش قالت لهم حنا الكلب الا عضنا غادي نعضوه حتى حنا؟ المهم خوتي العزاز، القصف الجوي مع سميره نايضه كلاشات الديوتي. خوتي العزاز ما بغاش يفرق عليه سميره وما بغاش يبعدها ويحيدها من راسو. واخا تزوج اخوتي العزاز شوشو ما قدرش ينسى سميره. وسميره ما تزوجاتش اخوتي العزاز، بقات مزوجه بوليداتها وواهبه حياتها لوليداتها، لان كانت خطبه ولكن ما تمتش مع الاسف، لان هي كتحاول انها تعطي الاولويات لوليداتها، وهي خايفه اخوتي العزاز ان تزوج شي راجل اللي طيح فيه وما يقول لها زعما خصك ياخذ لها وقتها كامل وما يبقى لهاش الوقت لوليداتها. وداك الشيء علاش يعني تراجعات اخوتي العزاز. المهم خوتي العزاز، تحيه لكم كبيره. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يلقاكم في تمام الصحه والعافيه، واللي ما مابونيش في هذه القناه الجديده يتابونا فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس.